السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله كده هنعمل فيديو مختلف شوية. انا هنا ايه، ازاي اي حتة قماشة عندك نستغل اي حاجة موجودة. انا هنا عندي حتة قماشة اهيت، باقية من اي حاجة، من فستان، من بنطلون، من اي حاجة مخيطة عندك. انا هنا اهوت، هنا بحاول اظبط حتة على قد ايه. مش هقول لكم بقى مسات 60 في 70 من الحاجات اللخبطة دي. انا اهوت بحتة القماشة هبدأ اخد اهو، هقيس على قد 4 صوابع بتاعتي وبالطول كده اهو. انا قست كده اهوت بايدي والطول التاني بالطول ايديا، بالطول صباعي او اقصر شوية زي ما انت حابة. بس احاول استغل اي حاجة موجودة عندي. يلا يا حبايبنا، ان كنتوا وصلتوا معانا هنا يا ريت تشتركوا في القناة وتضغطوا لنا زر اللايك وتدعمونا عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم حبايبنا الحلوين. وزي ما انتوا شايفين اهوت انا قصتها، ببدأ بقى ان انا ايه اسركها كده بإبر. ما تقوليش بقى انا ما عنديش مكنة، ما عنديش معرفش ايه، لا اي حاجة كده وتبدأي تسرجي بيها اهو. اهو فرحي نفسك بيها، لو انت عندك بنوتة اتفرحتي ببنوتك بيها. هتعرفوا دلوقتي انا بدأت اسرج اهو. اهو يا حبيبي انا بدأت هنا اهو، خلصت السرجة لها كلها اهو، وبقفل فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقفلها يا حبيبي كويس قوي عشان ايه ما تفكش مني. اهو ببدأ ان انا ايه اقلبها القماشة اهي. هي فكرة سهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها، اي حد، مش لازم يعني تكوني متمكنة ولازم تكوني في كذا وفي كذا. اي خيط عندك موجود، اي حتة قماشة موجودة بهوت وقلبتها وبظبطها. وهبدأ ان انا ايه هجيب هنا الحرفين على بعض واقفلهم، بس بظبطها شوية اهو. اهو حاولي هنا مخططة، هي مساعداني بقى ان انا ايه امشي. مش عارفة تمشي على خط، ممكن ترسمي بقلم كده اهوت خط وتمشي عليه. هبدأ اهوت هنا هتني ايه هلف، هجيب الجنبين على بعض واخيطهم وهسيب فتحة ايه صغيرة اهو. هبدأ هنا زي ما انا بوريكم كده، هتجيب اخيطها الف لحد ما اجي اسيب فتحة صغيرة. اظن بدأت الدنيا توضح لكم انا هنعمل ايه اهو. وانا هو يا حبايبي لان انا سرعت الفيديو شوية. وجبت الجنبين مع بعض اهو عشان اوريكم. هو لان الوقت طبعا الخياطة على الايد بتاخد وقت، وانا ايه حابة اوريكم كل تفصيلة انا بعمل فيها ايه. هو اهو انا لفتها كلها وجيت على الفتحة الصغيرة دي وايه وسبتها اهو اهي. وهنا هي انا شوف شكلها حلو ازاي. اي استك بقى موجود عندك، استك عريض، استك من ده. انا ده كنت جايباه البناطيل ولادي بعملهم بيه، يعني رخيص جدا وموجود متهيألي في كل بيت، وحلو وعملي وبيقعد كتير، يعني مش بيفل بسرعة من ايه من اي حاجة. بص يا حبايبي اهو بمسك الطرف وبحطه في دبوس، في بنسة شعر اهو، بدبوس مشبك اي دبوس وبحطه ايه ادككه فيها، الف ادخل كده الاستيك، امسك من الجنب واعمله ايه من الجنب التاني الفه، وبعدين بربطهم في بعض. يلا يا حبايبي
ممكن تنشطوا معانا هنا، اضغطوا لنا لايك كبير عشان لايك كبير للفيديو بتاعنا، عشان ايه تكبرونا وينتشر، عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم. واي حاجة يا ريت ما تنسوناش في اللايك يا ريت. اهو انا بدأت اصل عليكم الفيديو شوية. وهقفل دي بقى. انا هنا برضو عندي اي حتة قماشة سمرة، انا جايبة سمرة ليه عشان موجودة. اي حتة قماشة بقى ايه تليق كده من معاكي، وجبتها تنتها، وبعد كده ايه لفتها بالخيط، عملتها على مربع، على هيئة مربع، وقفلتها كده، وببدأ اهو او قلبتها، وببدأ اخر جزئية كده ان انا قلبة منها بعملها ايه بقفل، وببدأ هنا تاني. او بعد ما ظبطتها باجي من النص كده والابرة وايه همشي سرجة، اي نوع سرجة كده بسيطة، واجي لف عليها ايه الخيط. هنا هو بدأت هي تبان ان انا عاملة ايه، هعمل ايه فيونك. وهاجي على الحتة اللي انا كنت مقفلة منها، عايزين ايه نداريها، مش عايزين حاجة تبان خالص، اي ضفاء اي شكل اي حاجة كده مش عاملة، خصوصا ان انا عندي الخيط هنا فاتح شوية فباين. اهو انا حبيت اوضح لكم ان انا اي الحاجة اللي موجودة عندي، مش لازم اروح اشتري خيط كذا واعمل كذا، اي حاجة موجودة عندي. هنا برضو عندي حتة استراس، انا ممكن كنت الزقها بالمسدس الشمع، بس انا حابة ايه اثبتها عشان تبقى حاجة ايه حلوة كده وثابتة معايا، مش كل شوية لازق بيسيب شوية معاها، بتبقى عملية وحلوة. تعملها ليكي، تعملها لبنوتك، تعملها لأي حد بتفرحي بها أولادك، حاجة حلوة وجميل. أنا هنا عاملاها ليا لأن أنا عنديش بنوتة، فايه أنا ايه هعملها هلبسها أنا. بصوا يا حبيبي، انا حاولت ان انا ايه اثبتها اهوت بالبتاع زي ما انتوا شايفين اهو، الاسترس بقى شكلها جميل. شوفوا من حاجة كانت قماشة مرمية عندي عملت توكة، التوكة دي بحوالي 5-6 جنيه برا، عملتها هي بحاجة ما فيش وما خدتش مني اي وقت خالص. قاعدة كده تسلي، اعملي دي اعملي دي شكلي، هتلاقي عندك مجموعة توك ايه ما شاء الله عليه اهو. وادي شكلها في الاخر، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو كده كان خفيف عليكم. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتشتركوا معنا عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم. واي حاجة ياريت تكتبوا لنا في التعليقات،